السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض طاجن الدجاج بالخضار. من أطيب وأسهل أنواع الطواجن. ممكن تعمليها بالطاجن، ممكن تعمليها بصينية، ممكن تعمليها بالأكياس الحرارية، نفس الفكرة. هيطلع معاكم بالنهاية تحفة. نبدأ بسم الله. بداية الدجاج أنا رافعة الجلد مغسلاه ومقطعاه قطع صغيرة، يعني كل قطعة عاملاها 2 وغسلاه بطحين وخل ومية ونشفاه منيح. الخضار حسب رغبتك، أنا بدي أضيف بطاطا وبصل وبندورة وجزر، بصل أخضر وتوم وفلفل أخضر، ممكن تضيفي فلفلة، ممكن تضيفي كوسة حسب المتوفر. الآن هذه الوصفة بتعتمد على البهارات. بدي أضيف كمية من البهارات: نعناع مجفف، بابريكا، ريحان مجفف، بهار. وبالنسبة للبهارات بتعتمد حسب رغبتك: سماق، أوريجانو. تقريبا ضفت معلقة صغيرة مليانة من كل نوع. بصل مجفف، شطة مطحونة، بهارات الدجاج، توم بودرة، يعني كمية بهارات كبيرة ولكن بيطلع النتيجة تحفة. فلفل أسود. بخلط البهارات كلها مع بعض. الآن الخضار بدي أخلطها وأضيف عليها تقريبا نص كمية البهارات اللي عملتها. زيت زيتون معاهم، وملح. بخلطهم منيح. بجيب الطاجن اللي بدي أدخله الفرن، بدهنه بالزيت، بدهنه من كل الجوانب. الخضار بخلطها منيح مع البهارات وبضيفها في الطاجن. والدجاج بعمل نفس الاشي، بدي أضيف كمية البهارات اللي ضلت، بدي أضيف عليها ملح وزيت زيتون وأخلطهم وأتأكد إنه كل قطعة وصلها من البهارات. تمام هيك بخلطهم وبرتبهم في الطاجن. بغطي بعديها الطاجن بورق الألمنيوم وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد تقريبا من ساعة لساعة وربع. ومهم إنه الطاجن ما يكونش ملاصق للحرارة، يعني ارفعيه على صينية أفضل. بعد ما يمر عليه ساعة أو ساعة وربع بترفعيه وبتحمري الوجه، وهيك بتكوني عملتي أطيب وأسهل طاجن. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.